ومؤلفاته، فحسبنا أن نقول أن الدكتور محمد سبيلة من مواليد مدينة الدار البيضاء، تابع دراسته العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط والسوربون بباريس، حصل على الإجازة في الفلسفة سنة 1967 وعلى دبلوم دراسات عليا سنة 1974، وفي سنة 1992 أحرز على دكتور الدولة من كلية الآداب بالرباط، ودرس الفلسفة الحديثة والمعاصرة في جامعة فاس وجامعة الرباط، وأشرف على ما يناهز 40 أطروحة لنيل الدكتوراه من الطراز الرفيع كما يسميها، وفي القنيطرة 3 دكتورات أشرف عليها أستاذ سبيلة حسب ما أعلم، وله دراسات فلسفية بعدة صحف ومجلات، منها الاتحاد الاشتراكي، أقلام، آفاق، الوحدة، الفكر العربي المعاصر، المستقبل العربي، المناظرة، كما أنه ساهم في تحرير مجلة المشروع. والتحق الأستاذ باتحاد الكتاب المغرب منذ سنة 1967، ويتوزع إنتاجه بين البحث الفلسفي والترجمة. من مؤلفاته مخاضات الحداثة، في الشرق الفلسفي المعاصر، حوارات في الثقافة والسياسة، زمن العولمة فيما وراء الوهم، زمن العولمة دفاعا عن العقل والحداثة، أمشاج، حوارات في الثقافة والسياسة، للسياسة بالسياسة، في التشريع السياسي، الحداثة ومن بعد الحداثة، النزعات الأصولية والحداثة، الإيديولوجيا، مدرسة كامولية، مدارات الحداثة. ثم له ترجمات من بينها في الفكر المعاصر حوارات، التحليل النفسي كاترين كليمان، التحليل النفسي بول لوران أبسون، التقنية الحقيقة الوجود لمارتن هيدغر، الفلسفة بين العلم والإيديولوجيا، ميشيل فوكو نظام الخطاب، تساؤلات الفكر المعاصر. ثم أن له أيضا مساهمات في التأليف المدرسي والجامعي، منها مدارج الفلسفة، الفلسفة الحديثة من خلال النصوص، مجموعة دفاتر فلسفية، كما أنه أيضا ترجمت له إلى اللغة الألمانية نصوص من كتاباته، ترجمها الدكتور حميد الشهاب تحت عنوان دي أغاظة أون دي مودرن، العرب والحداثة والحداثية، العرب والحداثة. إذن يسعدنا أن نجدد الترحاب بأستاذنا الكريم، وأترك له الكلمة.